بسم الله، توكلنا على الله. ما شاء الله. السلام عليكم. حي الله الشيخ. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرا في طاعة الله وفي خدمة كتاب الله، وأشرف الناس هم أهل كتاب الله. مساكم الله بالخير. وصلنا إلى بيت الشيخ عثمان طه اللي كتب المصحف الشريف. الرجل هذا شاركتنا شركات كبيرة في أنها تقدم له هدايا بسيطة تعبر فيها عن شكرها لمثل عظيم صنع هذا الشيخ. تعالوا معي. بسم الله. أنا أخوك أو لا، مو بأخوك، أنا أحد أبنائك من أحفادك. الله يبارك فيك إن شاء الله. شيخنا اليوم جيناك إحنا لأن عندنا شيء بسيط جدا. إيش رأيك أوريك شيء يليق بندرة الشيء اللي أنت سويته؟ ورينا. إيش رأيك؟ طيب تم. يلا عطني. هذه من شركة كونزايت للمجوهرات. هذه سبحة مصنوعة من خشب العود ومطلية بالذهب. ألف مبروك علي. ألف مبروك علي. ألف مبروك وتستاهل شيخنا. تقبل الله منكم إن يا شاء رب. الله. وترى ما خلصت باقي. أفاجئك بعد. لا طمعنا كثير. تستاهل يا دكتور، تستاهل. عطني الثانية. هذه ساعة من الركن السويسري. ساعة دقاقة فل ألماس. لا هذه هدية، هذه هدية لأم العيال. هذه هدية لأم مروان. لا تفرح. أيوه. هذه العادة يجيبون لك أنت بس، المرة هذه أنت وأم العيال. أنت وأم مروان. الله يرضى عليكم. يا رب آمين. وما خلصنا، باقي بعد. وهذه هدية من شركة المخازن السوداء. إيش فيها؟ عبارة عن مبخرة عود وعود. شيخنا والله العظيم أن الهدف أن ندخل السرور على قلبك. في كذلك هدية غريبة غريبة شو. لا تخوفني. لا، هدية غريبة من شركة جميلة. اسم الشركة نقي. شركة إيش؟ نقي. نقي. هذه لتحلية المياه في البيوت. الله أكبر. قدموا لك باكج كامل لتحلية مياه البيت مجانا. على طول يعني؟ على طول مدى الحياة. كيف؟ وريهم الهدية. هذه الهدية يا شيخنا. شوف هم يجي يركبوها أجهزة يركب الله من شركة جهينة. وعند جهينة الخبر اليقين. وعند جهينة الخبر الحلا اليقين. الحلا الجميل والمذاق الرائع. والله أنتم أحلى ما شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. باقي الهدية الأخيرة من شركة أفران الحطب. اشتري من الحطب على طول أنا وزوجتي، بس ما قلتم أنا فلان. ما شاء الله. ما سألوني. يستاهلون وانت كريم وهم يستاهلون، الله يرضى عليكم. وكلكم كرماء. أسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه اليد على النار التي كتبت المصحف، وأن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. خدمة كتاب الله شرف. هذا القرآن ما خالط شيئا إلا باركه. شرف القرآن على سائر الكلام كشرف الله على سائر الخلق. الله لما أراد الله أن يشرف جبريل أنزل معه الكتاب فصار أشرف الملائكة. أحيانا أواصل صلاة العشاء بصلاة الصبح، ما شاء الله. ما أنام أبدا. لا إله أنا شو قلت؟ أنا بجوز أموت بكرة ما أكمل المهمة. يا الله. أكسب الوقت. أحيانا زوجتي تقول لي قم صلي صلاة الصبح وأنا عم بكتب. لا إله إلا الله. جيت الصبح على المطبعة، حضرت الورق والقلم والحبر. قلم ما يكتب. لا إله. طيب قلم نظيف، قلمي خاص ما حدا يعرف عنه شيء. حاول أكتب. الشيخ علي قام سكر الشبابيك لكن في الجن كذا، قفل الشبابيك. قال شلون؟ قلت له ما كتب. قال لي روح أنت وكلامك. راح على مكتبه. بعدين يعني ذكرت أنا بعد صلاة الصبح نقضت وضوئي ما توضيت. لا إله إلا الله. سبحان الله. جنبي توضيت صليت ركعتين، جيت القلم شغال. لا. سبحان الله. الشيخ جنبي قلم شغال. قال عرفت ليش؟ قلت له ما كنت متوضي. سبحان الله. هذا حصل معي. ما استطاع أن يكتب المصحف وهو غير متوضئ. سبحان الله. حصل. شيخنا أنا ودي أقول شيء للناس. إحنا اليوم عند الشيخ عثمان طه أكبر شيء قدرت أني أقدمه له هذه الهدايا البسيطة، لأني بحجم الشيخ عثمان لا أستطيع أن أوصل له رسالة شكر نيابة عن كل مسلم وعن كل شخص سعودي. أتمنى أني أنقل المايك للبروفيسور عبيد بن سالم العمري حتى يشكره نيابة
عن الجميع. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كذب. والله يا أبا مروان أنك جئتنا قبل 40 سنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبك حبا عظيما لخدمتك لكتاب الله، والأمة كلها تحبك. والله لو قدمنا لك الدنيا بما فيها لم يوازي حبنا لك ولا عرفاننا بجميلك، لأنك خدمت كتاب الله. والله يقول وإنه لذكر لك ولقومك، فشرفنا بالقرآن وعزنا بالقرآن ومجدنا بالقرآن وحياتنا بالقرآن ودنيانا بالقرآن وآخرتنا بالقرآن. فأسأل الله أن يجعلنا وإيانا وإياكم من أهل القرآن. وش مقدمين للشيخ اليوم؟ احنا مقدمين للشيخ عندك فلتر جامبو، هذا خاص بفلتر المبنى كامل، وهذا كمان فلتر منزلي، وهذه كمان برادة تركب تتوصل معاها، برادة زادية تتعبى فيها بارد وفاتر وحار، ما شاء الله مقدمة للشيخ. ما شاء الله هذا شيء بسيط نقدمه في حق الشيخ، وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. الله يكتب له اجر ان شاء الله رب العالمين. شكرا نقي حبيبي الله يعطيك العافيه. شكرا نقدر نقدمها له. وترى من الأجهزة اللي إن شاء الله نبي بركبها في بيتي. ابشر بإذن الله. أبشر بعزك. شكرا نقي شكرا. ما شاء الله الشركات مقدمة أفخر ما عندها، ما شاء الله ما شاء الله. نمشي مع الشيخ، بنروح إلى مكتبه. بسم الله. هذا مكتب الشيخ عثمان طه. لو بيكتب اسمي مهند الفيصل كم تحتاج من وقت؟ 4 ساعات. مهند الفيصل لا 2.5 3 ساعات يعني. يا الله ما شاء الله. شيء الكتابة، بعدين تنظيف الكتابة، بعدين تشكيل. نعم إذا غلط بالتشكيل راح الاسم نحويا يعني. ما شاء الله. اسمي مهند الفيصل ياخذ 2.5 ساعات حتى يكتب الشيخ عثمان. طيب في كم كتبت المصحف؟ إذا اسمي 2 ساعات، المصحف كم المدة اللي أخذتها حتى تكتبه سنة فيها؟ ولا سنتين؟ حفص أي حفص. 3 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. 4 سنوات. كتب المصحف في 3 سنوات. اسمي فقط مهند الفيصل 2.5 ساعات. مهند جميل يقول كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني. شو كاتبها هنا الشيخ؟ كيف أخشى الفقر يوما، كيف أخشى الفقر يوما وأنا عبد الغني. ما شاء الله واحد اسمه عبد الغني، أنا ضفت له العبارة صار ينبسط. ما شاء الله ما شاء الله. بيننا فعلا عظماء يعيشون، فلا بد أننا نسلط الضوء على هؤلاء الأشخاص اللي قدموا خدمة عظيمة سواء لأوطاننا، لديننا، للعالم، للأمة العربية، للأمة الإسلامية. الشيخ عثمان طه أحد الأشخاص اللي قدموا شيء عظيم جدا في تاريخ الإسلام. أكثر من 200 مليون نسخة من المصحف الشريف وزعت حول العالم، كتبها الشيخ عثمان طه. في نهاية المطاف شكرا للشركات اللي شاركوا في تكريم الشيخ: كنزايت للمجوهرات، الركن السويسي للساعات، جهينة، أفران الحطب، شركة نقي، المخازن السوداء. الشكر لله أولا وآخرا قبل كل شيء. أنا مهند الفيصل، أنتظركم إن شاء الله في حلقة جديدة مع شخص عظيم آخر يعيش بيننا. في أمان الله.